ان بالمواجهه الساعه 2 الظهر الحروب لا يمكن ابدا تبدا، هي معروف عنها يا اما في اول ضوء يا اما في اخر ضوء. لكن علشان تبدا 2 الظهر دي خدعه استراتيجيه خطيره جدا. الضابط المصري كان اعتماد عالي جدا، لانه كل الجنود والضباط، جنود بالذات من ساعه سنه 67 اللي جند من سنه 67 حتى 73 ما خرجش الا بعد الحرب. ما هو ليه هدف، ليه اراده ان هو مش هيخرج الا لتحرير جميع اراضي مصر. وكان ده هذا الضباط فدي كانت بتديله قوه وعزيمه، وهذا الجيل يشهد له بامانه بانه ضحى كثيرا بسبب لارض الوطن. طب هل شعار الله اكبر لحظه العبور لا ده شعار جميل جدا. هل القياده كانت هي اللي فرضه ولا اراده من الشعب الله اكبر؟ ما تنساش ان كان في رمضان. نعم. فبالتالي برضو الله اكبر ديت في كل حاجه، وبعدين اصلا احنا على حق. نعم. فبالتالي الله اكبر مع الحق طبعًا، مش مع الباطل. طبعا. فبالتالي اللي كلمه الله اكبر بتدي، انا احسها خرجت من الباطل من القلب. وانا احسها كظابط في الارض، يعني معلش يمكن من المواطن ما يحسهاش. نعم. انما لما تقف على ارض سيناء او على ارض الحرب وتقول الله اكبر وتبقى انت معاك ربنا، دي بتديك قوه غير طبيعيه. تبقى اسد فعلا في المعركه. ان ضفدع بشري مصري مقاتل لما ما يعرفش يسد الانبوبه يخش جواها. يخش جواها عشان هو يموت، عشان الباقي يعيش. لا ده في جزئيه كمان سعادتك كست اللي هو يمكن شرف لي ان يكون عمي احد الافراد اللي سدوا المواسير الخاصه بمواسير بنار اللي هي. طب ده له لك الفخر.